تعالوا النهاردة نعمل مع بعض أكلات سريعة وموفرة. مش معنى ان انا بوفر يبقى انا هعمل اكلات بقى اللي هي التقليدية، لا، انا هعلمك النهاردة تعملي اكلات المطاعم الفخمة وكمان بطريقة موفرة جدا. واحنا شعارنا دايما التوفير، يعني هنعمل كل اللي نفسنا فيه وهندخل لولادنا الحاجات والاكلات اللي احنا بنجيبها من بره، بس طبعا هنعملها في البيت بنظافة وكمان باسعار رمزية جدا جدا، وكمان هيكفي كل العيلة. تابعي معايا الفيديو، وعايزاكي بقى تشيري الفيديو دوت علشان يوصل لأكبر عدد من الناس، عشان غيرك كمان يستفاد وكمان تاخدي الثواب معايا. وكمان اوعي تنسي اللايك عشان الفيديو يترفع ويوصل فعلا حرفيا للناس اللي هي محتاجة تعرف الأكلات دي. اول اكله النهارده هنعملها هي سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص، بس اتبعي الخطوات هتطلع معاكي مظبوطه جدا وهتاخدي نفس نكهه المطاعم بالظبط. بصي يا ست البنات، انا حطيت هنا علبه زبادي كبيره، لو ما عندكيش زبادي حطي لبن رايب، مش هيحصل اي حاجه، لو ما فيش حطي لبن عادي. طيب حطيت عليهم يعني معلقه خل كبيره، وكمان معلقة كبيرة من الصويا صوص، ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، وكمان حطيت نص معلقة من الثوم المفروم، ومعلقة صلصة صغيرة خالص. لو مفيش صلصة جاهزة ممكن حضرتك تحطي 2 من الكاتشب اللي هي الكياس الصغيرة، او معلقة كبيرة من الكاتشب، يعني على حسب المتوفر عندك. ما عندكيش خالص ما تحطيش، مش مشكلة. والبهارات اي بهارات موجودة عندك في البيت هتحطيها، ملح، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كركم، وده اساسي علشان يديكي اللون بتاع المطاعم. وكمان هحط جوز الطيبه، هحط منها بشره، وكمان حطيت رشه من الحبهان المطحون. كل ده مع بعض كده هقلبه في الخلطه اللي انا عملتها دي لحد ما تمتزج كويس جدا. وحطيت في الاخر كمان حوالي معلقتين كبار من الزيت، وكمان الزبادي كانت قليلة شوية معايا فزودت عليها حوالي نص كوباية من اللي هو المج الصغير. وكده بقت الخلطة معايا جاهزة، والتتبيلة دي رهيبة. بصوا بقى يا بنات، انا جبت 3 اوراق بس، وهوريكي دلوقتي ال3 اوراق دول هيطلعوا معايا قد ايه. جبت الاوراق ونضفتها كويس جدا وقطعتها كده بالطريقة دي، يعني انا قطعت الورك بعد ما كان مفرود على 3، هيبقى معايا بالشكل ده. عايزة حضرتك تقطعيه على 2 قطعيه، عايزة تسيبي الورك زي ما هو سيبيه بس يكون مفرود. انا قطعته هنا على 3، والثلاث اوراق عملوا معايا الكمية دي. هاخد كده الاوراق اللي انا قطعتها وهعملها بالسكينة كده علشان لما اجي احطها في التتبيلة يعني تدخل فيها كويس جدا وتتبل كويس جدا وتديني النكهة مظبوطة. طيب انا هنا ال3 اوراق دول بالظبط كانوا عاملين معايا 105 جنيه، يعني بصي ب 100 جنيه تقريبا هتعملي اكلة حلوة جدا وهتكفي كمان العيلة. وهوريكي دلوقتي الكمية اللي طلعت معايا قد ايه. طبعا عايزة تزودي او تقللي براحتك خالص. بعد ما قطعت الوراك بالشكل ده لازم ان انا انشفها من المية كويس جدا، ضروري جدا الخطوة دي. وكمان تحطي عليها ليمون علشان لونها كده يبقى فاتح وما تشميش اي ريحة زفارة. عايزاكي بقى تجيبي اكبر صينية عندك علشان تكفي اللي احنا هنحطه فيها. طيب هجيب الصينية، اي صينيه عندك، وبعدين هدهنها بماده دهنيه، يعني يا ريت يفضل زيت او زيت زيتون هيكون حلو جدا. مش متوفر يبقى زيت عادي خالص مفيش مشكله، بس مش هحط سمنه لان الوراك هي اصلا فيها دهون كتير، فالزيت هيكون كده مظبوط عليها خالص. هاخد بقى القطع الوراك بتاعتي وبعدين هحطها في بوله كبيره بالشكل ده، وبعدين هاخد بقى التتبيلة بعد ما سبتها شوية عبال ما جهزت الوراك بتاعتي، وهنزل بنصها بس، والنص التاني هشيله وهقولك ليه دلوقتي. هاخد بقى التتبيلة الخطيرة دي وانزل بيها على الفراخ واقلبها كويس جدا. لازم اقلب التتبيلة دي مع الفراخ كويس جدا علشان تدخل جواها وتاخد النكهة المظبوط. هقلب فيها كده لحد ما اخلصها، ولازم اسيبها بقى في التلاجة ساعة ساعتين. لو عملتيها من بالليل هتبقى هايلة جدا، جربيها وبجد على ضمانتي. وعلى فكرة اعتمدي جدا الخلطة دي في اي تتبيلة فراخ هتعجبك قوي بجد، لان طعمها فظيع.
قلبتها كده يا بنات، وبعدين بعد ما خلصت اقلب كويس عشان شايفين برضو في حته بيضه وفي حته لسه ما اتبلتش، فلازم اتبلها كويس جدا بالطريقه دي. هسيبها بقى وبعدين هرجع تاني اقول لكم احنا هنعمل ايه. معايا خضار اللي انا هستخدمه للوصفه دي هو فلفل الوان احمر واخضر واصفر، وده ضروري جدا، عايزه اقولك بينقل الاكله في حته تانية خالص. ومعايا كمان فلفل اخضر وفلفل سبايسي، ومعايا من حبيتين لتلاتة من الطماطم، بس يكونوا متوسطين، مش هحط طماطم كتير علشان الاكله بتاعتي ما تقلبش معايا في الاخر طبيخ. يعني خلي بس الطماطم كده حاجه بسيطه على قد الكميه اللي انت هتعمليها، حاولي بقى توسطني. طيب الفلفل اللي هنا الالوان انا استخدمت نص واحده بس من كل حاجه، يعني ما عدا الفلفل الكوبي هكتر فيه شويه علشان بس الفلفل الالوان غالي شويه، فانا حاولت ان انا اعمل نصها بس. طيب هاخد بقى كل الخضار ده واقطعه مكعبات يعني متوسطة الحجم، خليها مكعبات كده وكل الخضار يكون قد بعضه. وكمان يا بنات انا زودت عليهم بصلاية تكون متوسطة الحجم، وبرضه هقطعها وهتكون برضه مكعبات من نفس الشكل ده. وهنا انا سبت الفلفل الحامي هسيبه كده بالطول زي ما هو، مش هقطعه خالص علشان كل افراد الاسرة تقدر تاكل من الاكله دي وما تحسش ان هو حامي خالص. هاخد بقى نص التتبيله اللي معايا اللي انا سبتها من تتبيله الفراخ وهتبل بيها الخضار ده كله. يبقى انا هنا تبلت كل حاجه كويس جدا بالطريقه دي، وسبت كمان قطع من الخضار تكون كبيره شويه عشان في الاخر تديني شكل حلو جدا في الصينيه او في الطبق بتاعي بعد ما اقدمها. جبت الصينيه ودهنتها رشه زيت. انا الصينيه الاولانيه كانت صغيره فما كانش هيكفي معايا خالص، فجبت الصينيه الكبيره دي علشان ارص فيها الاكله بتاعتي براحتها. هحط كده قطع الوراك معايا وهرصها كده بالشكل ده لحد ما اخلص كل الكميه بتاعتي. ليه برصها كده ما حطيتش كله على بعضه؟ علشان تتحمر وتديني وش حلو جدا، وهوريكي اللون دلوقتي بقى عامل ازاي. وبعدين بقى هاخد كده قطع الخضار اللي هي الكبيره شويه وهرصها في النص بين الوراك وبعضها علشان خاطر تتحمر معاها وبرده تديني نكهه وشكل ظريف في الاخر. الولاد لما بيشوفوكي مقدمه الحاجه شكلها شيك بياكلوها على طول، وبجد بتكون هايله جدا. هاخد بقى باقي الخضار وهحطه كده في الجزء الفاضي بالشكل ده، وهرص الخضار كويس جدا، بس مش عايزه اجيبه عند الوراك علشان خاطر تاخد تحميره معايا كويسه جدا. وبعدين هرص بقى الفلفل الصحيح فوق كده مع السبايسي بالشكل ده، وده شكلها قبل ما تدخل الفرن. هسخن الفرن كويس جدا على درجة حرارة 200 مش 180. انا عايزة الفرن بتاعي سخن كويس جدا علشان الفراخ بتاعتي تاخد صدمة وتديني الطعم المظبوط. ومش عايزة كمان اسيب الوراك بتاعتي في الفرن كتير علشان ما تجلتش، عايزاها تبقى جوسي من جوه كده وكلها طراوة في نفس الوقت تتحمر وتاخد وش مظبوط. بعد ما سخن الفرن هدخلها على درجة الحرارة 200، وبعدين اول ما تيجي تستوى معايا وتدخل في استوى هاخد من الصوص اللي تحت ده واطلعها وبالفرشة كده هدهن الوش بالطريقة دي. الطريقة دي هتديكي لون حلو جدا ليها من فوق، وكمان هتديكي نكهة فظيعة. جربي بس الحركة دي وهي هتطلع معاكي مظبوطة 100%. وبعد ما دهنتها كده هدخلها بقى الفرن تاني تاخد سواها، او هولع عليها الشواية وهتبقى معايا بالشكل اللي انا هوريهولك ده. وده شكلها يا بنات بعد ما خلصت واخدت لون حلو جدا، والطريقه اللي احنا عملنا بيها ان احنا ندهنها بالفرشه من فوق اعطتها لون حلو جدا وبقت هايله. يعني مش قادره اوصفلك ريحتها كانت قلب البيت ازاي، بجد كان ريحتها حلوه جدا وطعمها خطير. انت لو جربتيها بامانه هتعتمديها على طول، وباقل تكلفه اهو عملنا اكبر صينيه. هقدمها بقى مع رز بسمتي او رز ابيض، رز بالخضار عادي جدا، بس يعني بلاش رز بالخضار، كده كده احنا حاطين فيها خضار كتير. عملت انا رز بسمتي وهقدم الطبق ازاي علشان اوريكي ان الطبق هيكون مشبع وشكله حلو ازاي. هاخد بقى الوراك بتاعتي وبعدين هرصها كده في الطبق بعد ما رصيت الرز بالشكل ده، وبعدين هاخد بقى الكميه اللي انا عايزاها. يعني شوفي مثلا الفرد بيحتاج قد ايه وقسمي على عدد افراد الاسره بتاعتك، وهزينه بقى بالخضار طبعا
وهيبقى شكله يا بنات بالشكل الخطير ده. بتجيبي الطبق من ده بكام في المطعم؟ بصي انا عملتلك صينية كبيرة ب105 جنيه، ب100 جنيه حرفيا، مش هيكلفك اي حاجة. تقدري بقى تقدمي معاه بطاطس، تقدري تقدمي معاه كاتشب، تقدري تقدمي معاه سلطات من اللي احنا عملناها زي سلطة الكول سلو او اي سلطات تانية، هيكون مشبع حرفيا. بصي الاكله دي اتنصفت حرفيا لما عملتها من ريحتها، وبجد كمال يعني جمال طعمها. جربيها، وانا مش هقولك على اي حاجه وخلاص، ومش هغشك، بس صدقيني الحاجه اللي بتطلع معايا حلوه قوي. انا لازم كمان اخليكي تدوقي منها وتعمليها وتبقي اشطر مني كمان. ويلا ندخل على الاكله اللي بعدها، بس اوعي بقى تنسي اللايك. يلا يا ستي، طاسه كده على النار تكون متوسطه الحجم، عليها معلقتين كبار من الزيت، وكمان هحط معلقه سمنه صغيره خالص. لو حابه تحطي سمنه فلاحي حطي، لو مش عندك عايزه تسيبي السمنه خالص ما تحطيش. وهحط كده من معلقتين ل3 كبار من البصل المفروم. البصل ده انا كنت حطاه مفرزاه في الفريزر، بطلعه كده مش بسيبه يفك خالص، بحطه على النار وهو مجمد، وبعدين هيوصل معايا كده هيفك وهيوصل معايا للدرجة دي. هجيب بقى ربع كيلو من البانيه، هقطعه شرايح صغيرة خالص او مكعبات صغيرة زي الشاورما كده، وبعدين اديله بقى ايه صدمة على النار بعد ما البصلة بتاعتي لونها اصفر، مش عايزاها تحمر خالص علشان خاطر ما تغمقش معايا الوصفة. وهفردها كده واسيبها على النار لحد ما تاخد لون من تحت، وبعدين هقلبها. لازم تاخد لون الاول من تحت علشان البانيه بتاعك او الفراخ بتاعتك ما تنزلش ميه، ده ضروري جدا. لو نزلت ميه هتجلد معاكي. اول بقى ما بدأت تاخد اللون كده هقلبها علشان خاطر كلها تاخد لون واحد. واول ما تدخل معايا في نص تسوية ضروري جدا، يعني بصي خلي كده يدوب لونها بس يتغير علشان ما تجلدش منك في الاكل، علشان تبقى برضو طرية وجوسي من جوه، وفي نفس الوقت تكون مستوية كويس جدا، لان لسه هندخلها الفرن تاني. معايا بقى البهارات اللي انا هستخدمها وهي على النار كده: ملح، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كزبره ناشفه. عايزه كمان تحطي بشره نص جوز الطيبه، حطي من كل حاجه فيهم معلقه صغيره. معايا ده الكركم بقى، لو انت عايزه تستغني عنه استغني عنه تماما في الوصفه دي، بس انا بحبه يعني بيديها لون بسيط كده، ما تبقاش بيضه قوي، بس بتديها لون صفار حلو كده بجد اكني جايباها من المطعم بالظبط. وكمان بتغير النكهة جدا، يعني بيخلي نكهتها حلوة جدا. هقلب بقى التوابل مع الفراخ بالطريقة دي لحد ما الكل يمتزج مع بعض بالشكل ده، وهي كده خلاص يعني بقت جاهزة معايا. وطريقة الفراخ دي على النار كده دي حشوة تقدري تعمليها لأي حاجة، أي حاجة حرفيا. طيب هاخد بقى ده اختياري، لو حابة تحطي الحتة دي حطيها، لو مش حابة خلاص. دي هريسة الشطة، لو حابة تضيفيها تضيفيها، مش حابة يعني خلاص، بس هي هتخليها حرشة شوية. عايزة تستغني عنها تماما استغني. فانا قلبتها كده بس اديتها تشويحة معاها لحد ما النكهة طلعت، وبعدين خلاص كده هطفي عليها واسيبها لحد ما اكمل بقى باقي الوصفة معاكي. هاتي بقى حلة على النار تكون كبيرة شوية، او طاسة كبيرة بس تكون غويطة برضو شوية، وهنزل بقى بيها كده بمعلقة زيت ومعلقة سمنة. عايزة تحطي قطعة زبدة معاهم حطي، المهم ان انا عايزة المادة الدهنية دي تكون يعني كتيرة شوية، حوالي كده معلقتين او 3 كبار علشان خاطر تبقى معاكي مظبوطة. طيب هسيب المادة الدهنية لازم تسخن كويس جدا، وبعدين هنزل عليها بكوباية دقيق. انا هنا عاملة كوباية دقيق عشان انا عاملة صينية كبيرة، لو انت هتعملي صينية صغيرة هتقللي في الدقيق شوية، او حتى لو فضل معاكي شوية بشاميل ممكن حضرتك تسيبيهم يبردوا خالص بعد التسوية، وبعدين تدخليهم في الفريزر وتطلعيهم يفكوا على النار. هتربطيهم تاني، وبعدين هتحطيهم على الوصفة اللي انت عايزاها. حطيت دقيق كده، وبعدين هسخنه كويس جدا، مش هسيبه لونه يتغير، ده ضروري جدا. وبعد ما اخد يعني ريحة الدقيق طلعت، هنزل بقى بالحليب بتاعي على الخليط ده واقلب. ما ينفعش ان انا انزل بالحليب واسيبه وبعدين اسيبه كده، لازم اقلب كويس جدا علشان خاطر كل الدقيق ده يختفي، وكمان تربط معايا كويس جدا بالشكل اللي حضرتك هتشوفيه ده. ضروري جدا الخطوة دي علشان خاطر ما يكلكعش منك.
وده يا جماعة بشاميل بيختلف عن البشاميل التاني اللي احنا بنعمله للمكرونة اللي هي العادية. انا هنا بعمل مكرونة اللي هي نجرسكو، فلازم الخليط بتاعها يكون خفيف كده، ما يبقاش تقيل زي المكرونة البشاميل العادية اللي احنا بنعملها. بصوا شايفين الخليط لازم يكون يعني ولا تقيل ولا خفيف قوي، وفي نفس الوقت يكون خفيف معايا علشان خاطر يديني القوام المظبوط. طيب علشان اعزز النكهة اكتر وعلشان ادي طعم يكون كريمي، حطيت كده معلقة او معلقتين من وش اللبن اللي هي القشطة، وهقلب بقى كل ده مع بعض لحد ما الكل يمتزج مع بعض. وبعدين هضيف بقى الملح والفلفل الاسمر. ما تحاوليش انك تزودي في الملح لانك انتي كده كده حاطه في الحشوه اللي انتي هتحطيها. واقلب كويس جدا لحد بقى ما خلاص الطعم معايا اتظبط وكل حاجه بقت مظبوطه. هي كده بقت جاهزه معايا ان انا هكمل باقي الوصفه بتاعتي. هجيب بقى صينية على قد عدد افراد الاسرة، وبعدين هدهنها كده بمادة دهنية اللي هي سمنة او زبدة، بلاش زيت بقى، خلاص احنا حطينا الزيت في الحشوة بتاعتنا. وهدهنها كده كويس جدا من الجناب ومن تحت. وبعدين هنزل بقى هكون مجهزة مكرونة. بصوا انا المكرونة اللي بستخدمها في النجريسكو اللي هي المكرونة دي الصغيرة خالص المعوجة. المكرونة دي رهيبة بجد، جربيها في النجريسكو هتكون حلوة جدا. هعملها نص سوا، ما تبقاش سوا كامل علشان ما تعجنش معاكي في الفرن. لازم ضروري الخطوة دي. عايزة تعملي بالاسباجيتي اعمليها، عايزة تعمليها بأي نوع تاني، بس صدقيني المكرونة دي حرفيا اللي جربها بصي مش هيعمل اي نوع تاني من المكرونة. المكرونة دي هايلة جدا، جربيها وعلى ضمانتي. دي احلى بقى مكرونه بامانه تقدري تعملي بيها النجريسكو. بعد ما سلقتها هنزل بقى بالكميه اللي انا عايزاها على قد الصينيه بتاعتي بالطريقه دي، وهفردها كده بالشكل ده. وبعد كده هجيب بقى الخلطة اللي انا عملتها او الحشوة اللي انا عملتها. وبالمناسبة الحشوة دي تقدري تدخلي فيها فلفل الوان، بصي بتكون رهيبة رهيبة حرفيا. جربي ومش هتندمي. بس انا يعني عملتها حرشة شوية بالفلفل اللي هو الاحمر، فكانت برضو هايلة معايا. بس الفلفل الالوان بامانة يعني بينقل الطعم في حتة تانية، وكمان مفيد جدا للاطفال وللبشرة، مفيد حرفيا يعني. بعد ما نزلت بقى بالفراخ بتاعتي هنزل بقى بكمية حلوة قوي بقى من البشاميل، واقلب كل ده في بعضه. ليه انا رصيت المكرونه تحت وحطيت عليها الفراخ كده؟ علشان الصينيه بتاعتي ما يبقاش فيها قطعه فيها فراخ وقطعه لا، اما انا اجي اقلب هقلب مظبوط، وهتكون مظبوطه معايا من كل الجناب بالشكل ده. هقلبها كويس جدا، وعايزاكي بقى تحطي طبقه حلوه جدا من البشاميل علشان المكرونه هدخلها الفرن. لما تيجي تغلي معايا في الفرن او تتشرب ما تبقاش ناشفه من جوه، تبقى معاكي جوسي زي المطاعم بالظبط، وهتكون فظيعة بجد. لازم الخطوة دي علشان المكرونة بتاعتك تطلع مظبوطة. المكرونة النجريسكو ما ينفعش ابدا ابدا تطلع ناشفة من جوه، لازم كده تبقى صيصة وتكون بالشكل اللي حضرتك شايفاه ده. بصي هنا لون المكرونة اتغير معايا ازاي؟ علشان انا حاطه كركم. لو عايزه لونها فاتح ولونها ابيض بلاش تحطي كركم خالص، بس صدقيني البهارات دي بتخلي طعمها حلو جدا جدا جدا. جربيها ومش هتندمي. هسوي بقى السطح بتاعها كده من فوق، ولما احس ان هي خلاص اتشبعت كويس جدا بين من البشاميل هحط بقى طبقة على الوش بالشكل ده علشان تديني الشكل المظبوط واللون المظبوط زي اللي حضرتك بتجيبيها من المطاعم بالظبط. هوزع كده البشاميل خفيف وكل حاجة، بس هيتوزع معايا ومش هينزل تحت خالص. هي خدت كفايتها من البشاميل من تحت، فمش الطبقة اللي فوق دي مش هتنزل تحت ابدا. اهو بالشكل ده انا كده هي مظبوطة معايا. هولع بقى الفرن على درجة حرارة 180، هدخلها على الرف الوسطاني. على فكرة بالمناسبة الفراخ الوراك اللي احنا عملناها انا دخلتها على الرف اللي تحت، انا نسيت اقولك. انما المكرونة البشاميل هدخلها على الرف الوسطاني. وبعدين لما تغلي معايا من الجناب بالشكل ده هتلاقي ان الصوص اللي تحت طلع فوق. هي كده غلت وكده استوت. هسيبها حوالي يعني هي مش هتقعد في النار كتير، لازم تكوني مسخنة الفرن، فهتقعد حوالي معاكي 10 دقايق مش اكتر من كده، علشان كمان ما تنشفش منك وعلشان الفراخ ما تجلتش والمكرونه ما تعجنش. ضروري جدا خدي بالك من السوا. بعد ما خلصت هنزل بقى عليها بالجبنه الموتزاريلا، وبعدين هوزعها كده على الوش بالشكل ده بالطريقه دي، وبعدين هدخلها الفرن تحت الشوايه
هسيبها بقى لما تحمر خالص وبعدين اطلعها، وهتبقى معايا بالشكل الخطير ده. بصوا الجمال وبصوا شكلها فظيع ازاي. بصوا انا يعني هقطعها معاكم دلوقتي وهوريكم المكرونه من جوه جوسي، يعني هي حتى من بره كده شكلها رهيب، نفس اللي انت بتجيبيها من المطاعم بالظبط. وصدقيني نفس النكهه، هتلاقي طعم خرافي، مش هتشتريها من بره تاني. وقد ايه بربع بانيه بس. يبقى احنا عملنا صينيه كبيره اهو، هتكفي افراد الاسره كلها بربع بانيه بس حرفيا. فبجد جربيها ومش هتندمي. بصي بقى، هي لازم تتقدم سخنة علشان خاطر تبقى صيصة كده وجوسي كده بالشكل ده. شايفين؟ بجد رهيبة جدا يا بنات، جربوها ان شاء الله هتعجبكم. وهي من الاكلات المفضلة عندنا، يعني انا الولاد بيطلبوها مني على طول. حبة مكرونة مفيش بعد كده، جربيها وان شاء الله هتعجبك. وده يا جماعة شكل المكرونة من جوه في الصينية، بجد سايحة وصيصة كده مع نفسها، رهيبة رهيبة رهيبة. لازم تجربوها. ويلا بقى تعالوا ندخل على الوصفة اللي بعدها اللي بجد خرافة. عايزة تعملي مكرونة بشاميل تكون صيصة كده من غير اي كريمة ومن غير اي اضافات، وتعمليها بكل سهولة من البيت. هعمل لك احلى مكرونة بشاميل ممكن تاكليها في حياتك، والبشاميل يكون مظبوط جدا، والطعم والريحة لا تقاوم. بجد هتشرفك جدا في العزومات، تقدري تعمليها وانتي كده مغمضة. لو لسه اول مرة بتشوفيني ما تنسينيش في اللايك وفي الاشتراك وكومنت حلو منك. وتعالي يلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله. معايا حلة على النار ومعاها معلقة ملح وكمان ورق لوري، وكمان هحط معلقة زيت. معلقة الزيت هنا مش هتأثر على اي حاجة في المكرونة. انا كمية المكرونة اللي استخدمتها كيلو الا ربع على صينية كبيرة. هاتي اكبر صينية عندك وانتي مغمضة واعملي المقادير دي، هتكفيكي وزيادة كمان. اول ما المكرونه تغلي معايا على النار هديها كده تقلبتين واسيبها حوالي 10 دقايق علشان المكرونه ما تعجنش معايا وتبقى طريه قوي. هديكي السوى المظبوط اهوت. قلبت تقلبتين وبعدين همسكها كده بايدي، اول ما احس ان هي بتقطم معايا ولا هي مستويه قوي ولا هي نيه، يبقى هي كده مظبوطه معايا. هديها تقلبتين كمان وبس كده. هنزلها من على النار فورا وهنزل المية عليها. ضروري جدا بقى ان انا اشطف المكرونة بتاعتي كويس جدا واغسلها تحت الحنفية. بعد ما غسلتها هي كده جاهزة معاكي ومن غير ما تعجن ابدا. تعالي بقى نعمل العصاق بتاعنا بابسط طريقة وبربع كيلو لحمة بس. ربع كيلو لحمة مفرومة من عند الجزار. انا هنا بحب استخدم ميكس بين الزيت وكمان السمنة او الزبدة، وتقدري تستخدمي المادة الدهنية اللي انت عايزة تعمليها بالزيت بس او السمنة بس او بالزبدة بس. حاولي توسطني بين التلاتة هيطلع معاكي الطعم خرافة. المادة الدهنية سخنت معايا كويس جدا. نزلت ببصلاية كبيرة مفرومة متقطعة صغير على الطاسة على طول، وهقلبها كده. مش هسيب البصلاية بتاعتي تحمر ابدا، لا، علشان المكرونة تبقى خفيفة معاكي وتبقى مظبوطة. هسيبها كده بس تدبل ويدوب تاخد، يعني يدوب تبدأ للصفار. اول ما تبدأ كده وهتدبل معايا هنزل عليها باللحمة المفرومة بتاعتي. انا هنا استخدمت ربع مفروم بس، وتقدري تزودي او تنقصي على حسب الكمية اللي انت عايزاها، بس انا عملت اكبر صينية بربع مفروم بس. وبعدين تقدري تحطي اي اضافات تانية على العصاق بتاعك، مش هيقول لا. بس المكرونه خليها كده رايقه ومن غير اي اضافات، هتبقى حلوه جدا وتاخدي الطعم الاصلي للمكرونه البشاميل. هقلب كده اللحمه المفرومه واحاول ان انا افكها من بعض بالشكل ده لحد ما لونها يتغير وتبقى كده جاهزه معايا. وبعدين هحط عليها البهارات: ملح، فلفل اسمر، كركم، كمون، رشه بابريكا، وكمان رشه جوز الطيبة. هينقل الطعم في حتة تانية خالص. وتقدري تحطي البهارات برضو اللي انت عايزاها على حسب المتاح عندك، مش هتقول لأ، وهتطلع حلوة جدا. وبعدين هضيف ليها واحدة ورق لوري، وكل دوت على نار عالية علشان خاطر اللحمة ما تنزلش معاكي مية، علشان تبقى مظبوطة. لو نزلت معاكي مية اللحمة مش بتبقى حلوة. لازم اديها صدمة في الاول علشان يطلع معايا العصاق بتاعي او اللحمة المفرومة او الحشوة بتاعتي تكون مظبوطة. هنزل بقى كده بمعلقة كبيرة من صويا صوص ودبس الرمان، ودي بقى بتنقل المكرونة في حتة تانية خالص. لازم تجربيها. لو مش عايزة تجربيها وتستغني عنها استغني، بس انا بقولك جربيها بجد. الطعم هنا بيديكي نفس طعم المطاعم بالظبط، وحاجة كده روعة مفيش بعد كده. هقلبها كده. هنا الريحة بدأت تطلع معايا، حاجة كده مفيش بعد كده.
انت هنا مش هتعملي مكرونه بشاميل كده والسلام، لا ده انت هتاخدي طعم وريحه كمان من كل حاجه، اذا كان المكرونه او العصاج بتاعها او كمان البشاميل. هتعمليها وانت مغمضه كده. العصاج جاهز معايا وكمان المكرونه جهزناها، فاضل بقى البشاميل. تعالي اقولك على تريكايه في البشاميل ازاي يظبط معاكي وما يكلكعش ابدا. حتى لو انتي مبتدئه فيه ولسه بتعمليه اول مره هينجح معاكي، صدقيني من اول مره. وكمان لو بتعملي اكبر كميه عمره ابدا ابدا ما يكلكع معاكي. واقولك على السر ومحدش هيقولك على السر ده. تعالي هاتي كده طاسه او الحله بتاعتك وانزلي بالماده الدهنيه بتاعتك. انا هنا استخدمت زيت على زبده على سمنه، تقدري تستخدمي الماده الدهنيه اللي انت عايزاها، بس جربي الميكس دوت. انا هعمل مكرونه بشاميل بالصينيه الكبيره. اول ما السمنه بتاعتي تسخن معايا هنزل بالدقيق على طول، وبعدين هقلب لحد الدقيق ما يشرب الماده الدهنيه بتاعتي. انا هنا على نار متوسطه علشان الدقيق ما يتحرقش وتاخد لون مش حلو، ويبقى البشاميل اللي معاكي ابيض ورايق كده. شايفين الماده الدهنيه خلاص اتشربت اهيت. انت لو نزلتي اللبن كده على طول هيكلكع منك ومش هيظبط معاكي. هعمل ايه؟ هفكه بشويه زيت. هنزل كده بسرسوب صغير من الزيت بالشكل ده وافضل اقلب لحد ما الدقيق دوت يفك معايا. حاجه بسيطه جدا من الزيت هتلاقي الكل فك معاكي. وهنا الماده الدهنيه مش كتير علشان انا مستخدمه كوبايه دقيق كامله للبشاميل. هقلب كده والكل فك معايا. هفضل ان انا هشوحه كده على النار شويه، مش هخليه ياخد لون خالص، وكل دوت على نار متوسطه زي ما قلتلك. المهم ان هو فك معايا كده خالص كده، جاهز معايا ان انا احط عليه اللبن او الحليب. في بقى معلومة مهمة جدا، ان انت لو حطيتي حليب بس او لبن بس المكرونة بتاعتك هتطلع مكتومة. لكن حاولي توسطني بين الحليب وشوية من المية، او ممكن تحطي مرقة كمان اللي هي الشوربة مش مرقة الدجاج، عشان دي بتغير طعم البشاميل تماما، وبصراحة مش بيبقى مستحب جدا وبيبقى طعمه مش حلو. فحاولي تعملي زي ما انا قلتلك كده بالظبط. المهم بقى ان انا لما نزلت الحليب على الدقيق ان انا ما شلتش ايدي خالص منه. هفضل ان انا اقلب فيه كده علشان برضو تفادي لاي تكتلات ممكن تبقى في الحليب من البشاميل. وبعدين هضيف بقى مكون حلو جدا هيخلي طعم البشاميل في حتة تانية، اكنك عاملاه بالشوربة بالظبط او بالمرقة بالظبط. ضفت هنا حبة حبهان، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة من الحبهان. وكمان هضيف الملح وفلفل اسمر حاجة بسيطة علشان لون البشاميل ما يغمقش معاكي. انا هنا هفضل هقلب. تقدري تظبطي الملح زي ما انت عايزه. بصوا مع التقليب والنار متوسطه البشاميل طلع كريمي معايا خالص ازاي، ودوت القوام المظبوط للبشاميل. تقدري تظبطي القوام اللي انت عايزاه خفيف عايزاه تقيل، اعمليه زي ما انت عايزه. بس المكرونه البشاميل لما بيكون البشاميل بتاعها خفيف شويه بتبقى احلى واحلى، وبتطلع يعني جوسي معاكي وبتطلع حلوه جدا من جوه. جبت بقى الصينية وهدهنها كده بالمادة الدهنية بتاعتي من كل الجوانب، ولازم ده ضروري. وهنزل كده بالمكرونة في طبق غويط او عميق بالشكل دوت. بصوا المكرونة قعدت شوية ولا اتكسرت معايا ولا اي حاجة، عشان هي واخدة سوا مظبوط. وبعدين هنزل عليها كده بشوية من البشاميل، هحطها كده في الطبق. لازم ان انا اعمل الخطوة دي علشان لو انت عايزاها صيصة كده من جوه، وبجد بيبقى طعمها رهيب جدا، بيبقى الكل كده واخد من بعض. هنزل كده بشوية البشاميل على المكرونة، وبعدين هديها كده تقليبة علشان خاطر اشبع المكرونة كويس جدا بالبشاميل بتاعها وتبقى جوسي من جوه زي ما قلتلك. المهم ان انا هقلب فيها شويه كده، لازم احط حبه حلوين من البشاميل، هتطلع معاكي روعه كده. المكرونه جاهزه معايا. هنزل بقى بيها في الصينيه، هنزل بنصها بالشكل ده، واسوي السطح اللي تحت دوت كويس جدا علشان خاطر ما يبقاش فيه اي فراغات واللحمه تنزل مني تتحرق. وراعي ان المكرونه الطبقه بتاعتها تكون رقيقه شويه علشان خاطر ما تبقاش قطعه المكرونه بالبشاميل تبقى كبيره كده وتضايق، يعني نوسطن كده ونخلي القطعه ما تبقاش سميكه قوي. الطبقه اللي تحت جاهزه اهي معايا، هسويها بس كويس جدا بالشكل دوت. وبعدين هنزل على طول بالحشوه بتاعتي اللي هي اللحمه المفرومه او العصاج. اخد كل الحشوة كده وبعدين هوزعها كويس جدا في المكرونة في الجناب وفي الجوانب. المهم ان انا اوزعها كويس جدا عشان ما يبقاش في حتة فاضية وحتة مليانة بالشكل دوت. وخدي بقى التركاية هنا،
هنزل كده على العصاق بتاعي او اللحمه المفرومه بمعلقتين 3 كده من البشاميل. عايزه اقولك بيخلي طعم اللحمه من جوه المكرونه رهيبه. انت كده كده مشبعه المكرونه بالبشاميل، بس جربي كده الخطوه دي بجد هتعجبك جدا. هحط بقى في الصينيه بتاعتي الفلفل، هحط على جزء صغير او نصها على حسب ما انتي عايزه، علشان لو في اطفال يبقى الجزء بتاعهم من غير فلفل، ولو انتي عايزاها حاميه شويه تقدري تعملي كده بدل ما تعملي 2 صينيه ويبقى مواعين على الفاضي وكركبه على الفاضي. احنا كده عملناهم في صينيه واحده ورضينا كل الاطراف، وهتدي برضو من جوه ريحه حلوه جدا. وبس خلاص هنزل بقى بالجزء التاني من المكرونه، هنزل على الجزء اللي هو بفلفل علشان ما يجيش على الجزء التاني ويبقى انتي مش واخده بالك. وبعدين هوزع كده بالشكل دوت. المهم ان انا عند الحته اللي فيها الفلفل دي هوزع بالراحه جدا علشان ما تتوزعش معايا في الجزء التاني بالشكل ده. وبعدين هنزل باقي المكرونه واسويها كويس جدا لحد ما اسوي السطح بتاعها حلو جدا بالشكل ده. ودي خطوه مهمه جدا. المهم ان اللحمه المفرومه ما تبقاش باينه معايا بالشكل ده. وبعدين هجيب بقى البشاميل وهنزل كده عليه من فوق. المهم طبقة البشاميل اللي فوق دي تكون مرضية، يعني ما تبقاش المكرونة باينة منها وظاهرة كده علشان خاطر ما تنشفش منك في الفرن. هنزل كده واسوي السطح بتاعها كويس جدا. هدخلها على درجة حرارة 200 الرف الوسطاني، واول ما تاخد معايا سوى حوالي 10 دقايق بالظبط هطلعها. وبعدين هحط عليها الجبنة الموتزاريلا من فوق. انا هنا علمت المكان اللي فيه فلفل بقطعه من الفلفل من فوق علشان خاطر ابقى عارفه النص اللي فيه فلفل والنص التاني. وكده جاهزه معايا ان انا ادخلها تحت الشوايه على طول. ما اخدتش وقت خالص واخدت اللون الحلو دوت. وعايزه اقولك جوسي جدا من جوه، وطعمها وريحتها مفيش بعد كده. احلى صينيه مكرونه بشاميل اللي ممكن تعمليها في حياتك بالطريقه دي بجد. صيصة جدا وطعمها رهيب. بصوا وانا بطلعها معاكم هتشوفوا القطعة جوسي جدا وبجد رهيبة، مليانة كده صوص من غير بقى ولا كريمة ولا اي حاجة. عملنا احلى بشاميل بطريقة سهلة وبسيطة، ومفيش اسهل من كده. اي حد مبتدئ يقدر يعمل الصينية دي وهو مغمض كده، حاجة كده تشرف في العزومات. اول قطعة انت هتطلعيها هتبقى فكة من بعضها كده معاكي، وبعدين لو انت سبتيها بس شوية تروح السخونية منها هتبقى متماسكة وهتبقى جميلة جدا وفي نفس الوقت برضو جوسي. بس كده دي كانت وصفتي النهاردة. ما تنسينيش بقى في اللايك وفي الاشتراك. كانت معاكم منى السيد من قناة وصفات منى السيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.